ورتل القرآن ترتيلا. ننتقل إلى الشيخ عبد الحكيم الجزائري وهو إمام مسجد الأنصار خيرة الله كذلك، ومن المبدعين في كتاب الله عز وجل. نذكر كلمة التقديم ثم أن يسمعنا ويشرف آذاننا بما تيسر من كتاب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعة الله وقراءة وتلاوة كتابه أن يجمعنا يوم القيامة في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فبادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل وأقول: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فهذه الكلمة قالها أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسمعها رجل، ثم الملكان اللذان يكتبان صعدا من أجل هذا الدعاء إلى الله، فقال: كيف نكتبه؟ الملك قال: كيف نكتب هذا الدعاء؟ أين ندونه؟ فقال الله عز وجل: اكتبوه كما هو. فهنا هذا الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حمد ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه. فأنا دائما في أي محفل وفي أي مجلس أبدأ به: فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الشكر موصول إلى الناس الذين استضافونا واستقبلونا واستدعونا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، ابتداء من الأئمة الذين كانوا مضيافين وجزاهم الله كل خير، مثل الشيخ عبد الصبور، الشيخ الحاج القاسم، والأستاذ الذي يجلس بجنبي هنا، ورجال الخفاء ورجال الشافة. فوالله تشرفت كثيرا بالجلوس إليه. ثم أستفرد بالذكر رئيس البلدية، فوالله لما قصوا لي قصته فاستبشرت فيه خيرا، وهنيئا لكم أن يكون فيكم رئيس بلدية مثل هذا الرجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يبارك في أعماله وأن يزيده فيما هو يسعى إليه. فقد أنبئت أنه يسعى في مشاريع الخير وفي المساجد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، لأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل يختص بها من يشاء من عباده. والله يا جماعة الخير، أنا لما ألقى هذه الوجوه الطيبة لم آتي إليكم من مسافة 250 كيلو لمنصب أو لشهرة أو لشيء آخر، إنما أتيت إليكم لأنني أحبكم في الله، وأشهد الله العلي العظيم أنني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في جنات النعيم. فأحكي لكم بركة القرآن بقصة وجيزة حتى تعرفوا هذا القرآن ما مدى تأثيره حتى على الكافر. كنت في أحد المساجد في مدينة الصوالي، فكنت أؤم الناس هناك في ذلك المسجد، فشاء الله عز وجل أن يكون لذلك أو لجار ذلك المسجد نسبة من إيطاليا، يعني عنده سيبو مرياني، رجل بنته إيطالي اسمه لوتشيانو. فاحنا كنا في المسجد بتاعنا نشعل اليوم تاع برا، ففي المغرب والعشاء القرآن أو الصلاة تخرج إلى الشارع. فهذا الرجل
ما كان منه لما يسمع كتاب الله عز وجل إلا أن يصعد إلى سطح المسجد ويسمع، رغم أنه لا يفهم. يقول له مرة تعود الله من يفهموش ويقول صح الجلد تاعي ويتهم من يجمع مانيش نفهموش ويقول لأنه إيطالي أعجمي، فيقول له مرة تعود ويتهم الجلد تاعي بس ما ندريش وش يقول. فذهبت إلى أبيها وأخبرته بالخبر فجاءني فقلت له هذا صيد ثمين. فرحت إلى البيت استبشرت به خيرا وجلست معه حوالي 3 ساعات. وفي نهاية الكلام قلت له جرب معنا الإسلام أسبوع، جرب ما تدخلش الإسلام، جرب. فجرب الإسلام يا جماعة معنا لمدة أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع. فأتى إلي بعدما أن أصبح اسمه عمر فقال لي يا شيخ أنا جربت الإسلام وسأبقى مسلما إلى أن يتوفاني الله عز وجل أو يتغمدني الله عز وجل. فقلت له استعد باش تلقي الشهادتين على الملأ حتى يكون الحمل ثقيلا عنك. فجبت للمسجد وأعلن الشهادتين فكبر الناس والله منهم من قد أغمي عليه من البكاء. هذه بركة القرآن يا جماعة، بركة القرآن. والقصص في ذلك كثيرة لا يتسع المجال والمكان والزمان لهذا لسردها وقصها عليها. فأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بسماع هذا القرآن. يا أخي اسمع بأذنك وقلبك، لعل آية تتلى تدخل قلبك تجد من الخير ما تجد. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل
هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد